صحيت من النوم النهارده افتكرت ان انا عندي قناه وسوشيال ميديا وعندي حياه. قلت اكتر حاجه مضايقاك يا محمد الايام اللي فاتت البنت بتقعد تسال كتير في الحصه. لا مستوى عالي فشخ من الكرنج. ممكن قال شويه محمد رمضان. انا في نص القوقعه بتاعتي اللي هي اوضتي يعني بقلب في الريلز لقيت واحد بيرقص. تمام قلبت عادي قلت يا اما واحد بيرقص درس زومبا ولا بيعمل اي حاجه. بعدين ثانيه واحدة، محمد رمضان فاهم. بس عارف ان انت عارف في الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه، بس انا هنا شخصيا مش جاي اتكلم عن محمد رمضان، انا هتكلم عن العبث اللي بيحصل حواليه. اصل هتكلم عن محمد رمضان بسرعه عشان انت كده كده عارف القصه صراحه من 20 واحد غيري. تنبيه، كل اللي بيتقال على القناه دي هدف الهزار والضحك وما اقصدش الشخص بل الفعل اللي الشخص ده عمله. تلخيصا للموضوع بسرعه ان محمد رمضان لابس لبس مش تمام، مش احسن حاجه في حفله كبيره. كنت فاكر انها دهب عشان كده جت قصيره يعني ما كملهاش لحد الاخر هتكلف فلوس. طلعت جنيهات فضيه ومتخرمه ومربوطه. طب كنت كملها طالما هي مش دهب كنت كملها. وبعدين بيجي يقول لك ايه بقى انه كان بيحاول يلبس لبس فرعوني. انت لو فرعون طلع وشافك حياة ديني لا يجيب خنجرين يحط واحد في قلبه والتاني في رقاصة زنجية. كل ده لحد دلوقتي منطقي. لحد لما يخش لك جماعه الاليمينيتي والماسونيه وتجديد العقد انه لازم يتهان مش لازم يتهان. اي دونت جيف ا شيت. مؤسس الماسونيه هيستفاد ايه؟ يعني هيستفاد ايه انها تضم محمد رمضان؟ بجد مؤسس الماسونيه لو شاف العبث اللي بيحصل ده هيعمل زي فرعون بالظبط نفس الخنجرين. بعدين بجد ليه مثلا ما حدش قال انه ما عندوش ذوق في اللبس مثلا، او المصممه قلشت منها وطلعت الموضوع شكله مش لطيف؟ اصل بص بيرجع بالتاريخ لورا هتلاقي ان محمد رمضان ده مش احسن حاجه يعني. بلس الحته اللي انا بتكلم فيها ان احنا دايما لو رجعنا للتاريخ لورا هنلاقي محمد رمضان مش اول مره يعمل الحاجه دي. يعني مثلا كل ما تحس محمد رمضان راحت من على الاضواء يطلع حاجه جديده كده تخلي الناس كلها تتكلم عنه. زي مثلا مره طلع فيديو وهو جاي وبيعمل حاجه غبيه قوي يعني. بعدها يقول لك مش انا تمام فعلا مش هو يعني. بعدين تقول لك انا اركب فيراري اركب لامبورجيني لكن ما اركبش بسكليت. او بعدها يعمل مسلسل كبير مثلا يكسر الدنيا. بعدها الاضواء راحت فيتصور مع اسرائيل مثلا ويعمل مسلسل تاني. بعدها يجيب صابونه ذهب ويعمل مسلسل تاني. وهكذا ترجعوا بالذاكره لورا هتلاقوا انه هتفتكروا حاجات اكتر مني اصلا على الموضوع ده. بعد تيجي بعد ده كله تقول لي ماسونيه يا راجل العقل زينه طيب. مش تعرف المستقبل بص للماضي. تاح الحلقه هنا هي اثاره الجدل. زي ايه بالظبط؟ زي برنامج يجيب واحده متجوزه تقعد مع 5 رجال او ويجز يلبس شبه فطوطه ويروح حفله كبيره. بعدها نعمل حاجه حلوه كبيره والفلوس تيجي والناس تنسى عادي جدا. فانا جاي اتكلم بسرعه بس عشان تسخينه عشان بقالي كتير قاطع. بس كده فيديو جديد جاي في السكه متنساش تعمل سبسكرايب. فاكره رقاصة زنجية.